هاي البنات، السلام عليكم. كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنقدم لكم العصيده ديال البشنه ديال الذره. كما كتشوفوا معايا، من بعد ما نقيتها من داك الشوائب ديالها ومن داكشي اللي كتكون الكحوله ديالها، من هنايا انا غسلتها. كنغسلها 3 المرات كما كتشوفوا معايا، تتحيد منها النشا ويبقى غير يبقى الماء ابيض. ها هي كنغسلها مزيان بعد ما نقيتها ودرتها في هذا البانيو كبير. تقريبا عندي انا كيلو هنايا. ايوا هادشي اللي كاين، ونتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم وتكونوا في احسن حال. وعواشركم مبروكه ان شاء الله بالصحه والهنا وراحه البال. هي كما كتشوفوا من بعد ما غسلتها مزيان تتنقات. ها هي كما كتشوفوا معايا ما شاء الله تنقى الماء ديالها، يعني اختلف، بقات غير اسميتها هي ديك الذره الصفراء. ايوا غادي نصفيها دابا ان شاء الله، نرجعها طيب، نخليها ترطب تفزق ومن بعد نطيبها. ها هي كما كتشوفوا معايا درت الماء حتى درت واحد القدر ديال الماء. عليكم السلام ورحمه الله. درت واحد القدر ديال الماء ودرتها شديت ديك الذره لي من بعد ما فزقتها وغسلتها ودرتها كطيب. هنايا هي كتغلى وانا كنحرك فيها بشويه. درت فيها الزيت صافي، اللي درت فيها الملحه مازال ما غنديروهاش دابا، حيت الملحه حتى الاخر كدار. ايوا هنا كنبقى نحركو مزيان، كديروها في الماء بارد باش تجي لكم مزيانه. ايوا كتبقى تحرك مزيان، كتحرك هاد الذره هادي العصيده كتحركها مزيان. هادي كانوا كيديروها خديتها من عند الوالده ديالي، كانوا كيديروها جدودنا بكري وكانوا كيصاوبوها بهذه الطريقه. كما كتشوفوا معايا ما شاء الله كتجي رائعه. ايوا هي تكملوا معايا ان شاء الله الفيديو حتى الاخر. المهم ما تغنوش عليها، ما تخلوهاش تغلب بوحدها، يعني غادي تحركوا من بين الحينه والثانيه، من مره تحركوها باش طيب مزيان، حيت الا ما بقيتوش حركتوها غادي تلصق في الطنجره. هنايا راه بعد ما طابت كدير ليها سميتو، كدير ليها الذره البشنه، كدير ليها بداس. ها هو شفتيه كيما كتشدو كدردر فوق منها وكتحرك، كتبقى تحرك بزاف. المهم الانسان خصو يكون عنده السفل مزيان باش يحرك هاد العصيده هادي، حيت صعيبه في التحرك ديالها. المهم مسكينه دابا كتحرك وجاتها صعيبه في الخدمه ديالها. المهم كتصايب شويه ومن بعد كترتاح عاد كتصايب، حيت انا كنقطع الفيديو باش ما يجيش طويل. ايوا هكا من بعد ما درنا الملحه ودرنا كلشي دابا كتدورها. كدير ليها كما قلت لكم سميتو، كدير ليها بداز باش كتختار مزيان وتوقف وطيب. هي كتضو هي دير بداز بحال هكا في سميتها في الطنجره وكتحرك، ما كتخوضوا لا في الماء لا حتى حاجه، كديروا بحال هكا دردروا عليها من الفوق وكتحرك. ايوا هكا كما كتشوفوا معايا حتى كتكمل ان شاء الله حتى تكمل العمليه ديالها. ها هي حتى تكبر الاخر كله. في الاخر غتشوفوا كلشي. دابا هذا الاخر اللي غادي تكب فيها، تقريبا هزات ليها نص كيلو. هنايا نص كيلو اللي هزات ليها، سمحوا لي مع الشارع، نص كيلو اللي هزات ليها ديال بداز. حنا درنا واحد الكميه تبارك الله كثيره، حيت كاينه العائله مجموعه وداكشي. ما شاء الله لهلا يحرم شي واحد من اللمه ديال الاهل ولا احباب يا ربي. ايوا كيما قلت لكم حتى الطيب وراه. ايوا هنايا من بعد ما طابت شفتوها كيفاش ما شاء الله جات. بعد ما طابت درنا لها العسل. ها هي
هاد الطريقه درناها في النير ديال الشلوح. ايوا دابا عاد قدمتها لكم ونتمنى تعجبكم الفيديو. كنت درنا سميتها ديك هنايا درنا زليفه صغيره فيها العسل، اللي عنده العسل عادي يديرو واللي عنده الحر يديرو. وهنايا الزبيب معسل كيف ما كتشوفوا معايا، ها هو الزبيب معسل كتزينوا به. ها هي هنا التمر عاوتاني درنا التمر راه محيدين ليه النوع ديالو. المهم التمر وداكشي ما معسلش. درنا هنا اللوز عاوتاني كتصايب اللوز، كتكتب اللوز. المهم غادي نكمل معكم الزين وتشوفوا داك الطريقه كيف جات. يعني جات زوينه ما شاء الله تبارك الرحمن. كانوا تيديروها الناس في النير بحال هكايا، كيقولوا ليه النير، المهم ديال الشلوح. المهم كلشي دابا بحال الشلوح بحال العرب ولاو كلشي كيحتفلوا به. ايوا وهنايا الفانيد، يعني غتزين بالفانيد وتزين كما كتشوفوا معايا. بعد ما درنا اللوز والكركاع والتمر ودابا الفانيد وغنديروا المسكه حتى هي. المهم داز داكشي زوين ما شاء الله تبارك الرحمن وكلشي واعر. وتبعوا معايا التزيين حتى الاخر ان شاء الله. ها هو شفتي كيفاش جا ما شاء الله الطبق.